انقطاع الكهرباء في تونس بعد تصريح غريب من رئيسها وظهور أضواء غريبة قبل هذا الانقطاع. إعصار دانيال ألم يتساءلوا أو يكلفوا أنفسهم عناء التساؤل؟ لرسول الله. أفاد سكان وشركة الكهرباء الحكومية أن إمدادات الكهرباء انقطعت في أنحاء تونس بعد منتصف الليل من يوم الثلاثاء من دون معرفة السبب وراء هذا الانقطاع النادر على مستوى البلد كله. اللي صار كان تفعيل لمشروع حرب لكنه فشل. وأشارت وزارة الداخلية التونسية إلى أن الوزير كمال الفقي توجه إلى محطة الكهرباء بمدينة رداس لتحقيق في أسباب الانقطاع التيار. 225 ألف فولت تتأثر به الندوة. صار أمر ساج في المحطة تحويل الكهرباء ضغط عالي. وفي بيان مقتضب عقب انقطاع التيار الكهربائي على عديد من المناطق الجمهورية، قالت الوزارة الداخلية إن الوضع الأمني مستقر، مشيرة إلى أن وحدتها الأمنية تواصلت مع المحافظة على السهر على الأمن العام للمنطقة. وجاء هذا الانقطاع بعد تصريح غريب من الرئيس التونسي قيس سعيد، وكان هذا التصريح بشأن العاصفة التي ضربت شرق ليبيا. وهذا الإعصار تم تسميته باسم دانيال ويرددونه. ألم يتساءل أحد لماذا تم تسميته بدانيال؟ وخلق هذا التصريح جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن اعتبر أن اختيار اسم دانيال للعاصفة يدل على نفوذ ما للحركة الصهيونية. أن الحركة الصهيونية تغلغلت وتم تقريبا في ضرب العقل والتفكير وفق ما جاء في مقطع فيديو الذي نشرته الرئاسة التونسية، ووصل الأمر باتهام الرئيس بمعاداة السامية. وتفاعل العديد من نشطاء المواقع التواصل الاجتماعي وقالوا إن تصريحه هو سبب انقطاع الكهرباء، وهناك أيدي خفية التي قامت بذلك الفعل، حيث قبل انقطاع الكهرباء ظهرت أضواء غريبة في السماء. وبعد ذلك تم انقطاع الكهرباء عن الدولة كلها، وإلى حد الآن لم يعرف سبب انقطاع الكهرباء. إذن فما علاقة تصريح الرئيس بانقطاع الكهرباء؟ وهل هناك أيدي خفية فعلت ذلك أم أنها مجرد صدفة؟ اتركوا لنا تعليقاتكم وآراءكم حول الفيديو، ونراكم في حلقة قادمة إن شاء الله.